لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يشو سهيل يشو، كرة مرفوعة وأخيرا الواف يزور شباك مرمى الحارس منير المحمدي. تمريرة ولا أروع، إنهاء ولا أمثل، إنهاء رائع للأجمل الماضية لصالح فريق الوداد الفاسي. لا زالوا لم ينزلوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من الملعب البلدي بمدينة بركان مع فعاليات منافسات دور سدس عشر نهائي كأس العرش لموسم 2024-2025. مباراة اليوم التي يستقبل فيها فريق نهضة بركان فريق الوداد الرياضي الفاسي. فريق النهضة البركانية يدخل هذه المواجهة بالأسماء الآتية: في حراسة المرمى رقم 1 منير الأصلي بهدف لمثله. نهضة بركان يأمل في تكرار سيناريو مماثل أو أفضل لما لا انتزاع على لقب على مستوى منافسات كأس العرش في هذا الموسم. مباراة اليوم صعبة أمام الوداد الرياضي الفاسي. وداد الفاسي كان نهضة بركان على الرغم أنه خرج من دور نصف النهائي إلا أنه الأهم في هذا كله أن فريق مغربي موجود في النهائي. نهضة بركان مع بطبيعة الحال عادل تحيف، أحد من الأسماء كذلك اللي قدمت مردود طيب خلال الموسم الماضي في صفوف فريق نهضة بركان. مجاهد ودريس قصري الحكم مساعد ثاني. الكرة تطول إلى خارج أرضية الميدان. وقت لتمرير البينية القصيرة ضاعت، عادت لفريق الوداد الرياضي الفاسي. أولى المحاولات لفريق الواف. الوداد الفاسي كان قريبا من زيارة مرمى الحارس منير المحمدي. في تلعب الكرة من عنان، هنا الكرة العرضية، الفرصة الدفاعية تدخل. الواف بدأ يخرج من مناطق دفاعية لصالح فريق النهضة. هنا التسويبة والكرة مباشرة عند حارس المرمى. أكيد نزنيتي في فورمة جيدة من أجل إعادة. هنا المحاولة، فرصة وخروج لحارس المرمى متواصلة بول فالير. فرصة الميري، أول خطأ يكلفهم هدف في شباكهم. ميري لا يضيع مثل هكذا فرص. يوسف ميري يوقع الهدف الأول لصالح فريق النهضة الرياضية البركانية في حدود الدقيقة 14. من جماهير فريق نهضة بركان. إذن هدف أول كان خروج من جانب حارس المرمى ليحاول أنه يتدارك الموقف. تلعب الكرة العرضية لكن مباشرة عند منير المحمدي. إذن بدون تخوف، لكن سنرى ما إن كان هذا الهدف الأول سيؤثر على اللاعبين في هذا الشوط. كرة من جديد لصالح الواف، عادت لين مع إسماعيل. مناقشة باقي تفاصيل هذا الشوط وكذلك المباراة ككل. ضاعت الكرة، الإبعاد، صار هناك ارتباك في خط دفاع فريق الوداد الرياضي الفاسي بعد هدف الأخرى لصالح عناصر فريق النهضة. الفرصة لفريق النهضة، فرصة إمكانية تدخل الدفاع. صاروا يقلصون المسافات ويبحثون عن أقصر الفريق. بطبيعة الحال الثاني الأكثر شعبية بعد الماس في هناك بمدينة فاس. الواف لسنوات كان على مستوى البطولة الوطنية في القسم الأول، أعطى أسماء كثر. جديد لصالح فريق النهضة. هنا الكرة العرضية في اتجاه بول فالير، فقد توازنه. كرة كانت بالمليمتر في اتجاه بول فالير. لولا فقدانه للتوازن لكانت فرصة الهدف الثاني لصالح النهضة. فريق الواف يبدو على أنه الهدف الأول جعله يدخل في مرحلة ارتباك ومرحلة تخوف لحدود الساعة. لميهري على مستوى الخط الأمامي، كرة لميهري، ميري يلعبها في الجهة اليسرى لكن هذه بعيدة يا ميري على أسامة حدادي اللي صعد في الكرة الماضية. حتى مدافعين صاروا يصعدون من أجل خلق الزيادة العددية في منتصف ملعب فريق وداد فاس.
وفريق النهضة. هنا كرة في المساحة، هنا الانطلاقة لمليوي، خروج في الوقت المناسب من عيسى السويدي، خرج والكرة مرت قريبة من القائم. بول فالير باسين يجرب حظه للمرة الثانية. النظرية ديال البركانية على مستوى هذا الدور أم أن أصحاب التجربة ومن لديهم الأفضلية على مستوى التركيبة البشرية وعلى مستوى كذلك عنصر الانسجام ستكون لهم وراء الواف. خرج الآن في الربع ساعة الأخيرة. هذا كان متوقع من جانب مراد فلاح. النتيجة لا تسعفه على مواصلة اللعب بنفس السيناريو. لا زالت متواصلة. بول فالير المليوي لم يسجل، لكن باسين كان في المكان المناسب بعدما صنع. ها هو تأتي الهدية مرة أخرى، ها هو يأتيه أو تأتي فرصة الهدف الثاني. بول فالير باسين بعد تمريرة مميزة من جانب اللاعب أسامة المليوي وبلمسة فنية رائعة بلوب بيشنيت ببانينكا. كان قريبا من زيارة الشباك ومن العودة للتصالح مع الشباك المليوي بعد غياب بسبب الإصابة، لكن رغم ذلك، رغم المتابعة اللي كانت فيها استماتة واللي كانت فيها قتالية من أجل إبعاد الخطورة، هنا لاحظوا الاستماتة القوية جدا من جانب اللاعب يونس نجمي قاريا، خاصة على مستوى منافسات الكونفدرالية اللي خدا فيها تجربة كبيرة. كرة للواف، تمريرة لكن التدخل كان حاضر من جانب اللاعب إسماعيل قندوس. كرة في الجهة اليمنى، تلعب أمامية في اتجاه المليوي. أسامة والتغطية حضرت بشكل مميز من جانب حمزة جبراوي. من مواسم كرة في المساحة، كرة فيها إمكانية لصالح النهضة. المليوي لازال يغيب عليه الريتم، لازال لم يستعيد كامل إمكانياته، لكن حضوره خلق إزعاج لفريق الوقت على مستوى الميركاتو الشتوي. نبقى مع هذه المحاولة لصالح فريق الوفا. تصويبة قوية عن طريق أيوب ملياني. واللي غادر الفريق صوب أولمبيكا سافي. هنا فرصة، جول. بول فالير باسين ينفجر في هذا الشوط الأول ب3 مساهمات، بباس، بأسيست وهدفين. بول فالير يتمكن من إضافة ثالث الأهداف ومن زيارة شباك مرمى الحارس عيسى السويدي للمرة الثانية تواليا. بول فالير يتألق، بول فالير ينفجر، والنهضة البركانية في شوط أول يؤمن